موضوع كبير والهدف منه هو تدميرك. الفيلم اللي بتتفرج عليه ده ما بيفيدكش بحاجة خالص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبايبي. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا وهو خطورة الافلام الاباحية. هتقولي ايه ده يا عم، حد يتكلم في المواضيع دي؟ اتكلم في المواضيع دي لان انت بتتفرج وغيرك بيتفرج وكل الناس بتتفرج، محدش عامل حاجة اسمها الوعي المقابل او الوعي، يبقى عندك توعية ضد اللي انت بتتفرج عليه ده، فبالتالي تبطله. تمام، فبالتالي تبطله. طيب ايه هي اخطار الافلام الاباحية؟ هل هي يعني عادي نتفرج مفيش مشاكل؟ لا طبعا، ناهيك عن الوضع الديني ان هي حرام والمفروض تغض بصرك والكلام المهم ده كله، لكن انت كمان في نفس الوضع عندك مشكلة تانية بتقابلك نفسيا وجسمانيا، وكمان من اضرارها الشذوذ الفكري والشذوذ الجنسي. هتقول لي انا اسود شذوذ فكري ازاي يعني؟ انت بتقول ايه؟ بس اقول لك والله هنتكلم كل ده بالتفصيل، بس مش في الحلقة دي بس. احنا في الحلقة دي هنتكلم على اول حاجة الشذوذ الفكري الناتج عن الافلام الاباحية، بعد كده هنتكلم على الشذوذ الجنسي، دي الحلقة رقم 2، الحلقة رقم 3 هنتكلم على الاضرار الجسمانية اللي بتسببها لك الافلام الاباحية، الحلقة رقم 4 هنتكلم على الاضرار النفسية الراجعة من الافلام الاباحية. طيب اول جزء اللي هو احنا هنتكلم فيه النهارده هي خطورة الافلام الاباحية. بارت 1 الشذوذ الفكري. طيب الشذوذ الفكري ازاي بيقدر الفيلم الاباحي يا جماعة بيخليك شاذ فكريا؟ اول حاجة رقم 1 ان انت بتتفرج علعلى الفيلم الاباحي ده وانت شاب ما عندكش اي خبرة في الحياة خالص، بتتفرج على علاقة جنسية ما بين راجل وما بين ست، طبعا ايا ما كانوا الممثلين طبعا بيكون تحت التمثيل ده بيكون فيه مخرج ومنتج وسيناريو حوار، هنعمل كذا هنسوي كذا، تمام، وكثير من السيناريوهات، اتنين متجوزين، الدكتور او طبيب مع الممرضة في المكتب، مدير مع الكذا، التلميذ مع المدرسة، لا عندك كتير من السيناريوهات اللي بتتحط. تمام. اول شذوذ فكري بتكون فاكره هو طول الوقت ايه ده، هو ده اللي بيحصل، ده مش حقيقي، لا مش حقيقي خالص، ده مونتاج وتصوير واعاده والكلام ده كله. زي ما انا عامل الفيديو ده كده هتلاقيني بتكلم زي البربنت، بس ممكن تلاقي طبعا المونتاج اشتغل عمل قطعه زياده خلاني مثلا انا بوقف في الكلام فتلاقي بيقطع في الكلام ده وبيخليني بتكلم متواصل مع الصور هو ده شغله، فبالتالي انا ما بتكلمش طول الوقت. نفس الفكره برضو في الفيلم الاباحي، انت مش بتتعرض خالص للفيلم الاباحي ده بالصوره اللي انت متوقعها دي. الفيلم الاباحي بيعمل وقت زياده خالص عن المطلوب، فبالتالي هو بيبعدك عن الطبيعي. طيب عشان توصل انت طبعا بيجيلك شذوذ فكري، بتقول طب ده انا يا نهار ابيض، ده انا لما بعمل العاده، ما هو دي اول حاجه انت بتعملها، طب ما باخدش الوقت ده كله، طب ما انا كده بيشككك في نفسك طبعا في وقت الجواز، لان انت لما تيجي تتجوز او تتقبل واحده بتفتكر بقى المشاكل دي، فبتبتدي عندك انعدام ثقه في النفس. طب اعمل ايه؟ على طول الحقني بادويه الانتصاب والحقني بادويه اطاله المده. طب ما انت كويس يا ابني، لا انا مش كويس، اصل انا ما بجيبش في الوقت ده. فبالتالي ده رقم 1 شذوذ فكري لحضرتك وشذوذ فكري لحضرتك، لان انت فاكره ان الوقت ده كله لا هو المطلوب. لا خالص، في وقت معين في وقت معين ممكن يكون هو ده بس المطلوب، لكن اكتر من الوقت ده بيبقى زياده او على حسب العلاقه او كل الكلام ده، لكن في حد ادنى للوقت رقم 1. طيب هتقول لي ايه الوقت؟ اقول لك اكتب لي في الكومنتات. وبعدين انت يعني بتسال وسامعني وما عملتش لايك وشير، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. اديني لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، وان شاء الله الصفحه دي زي ما قلت لكم هي هتكون ليكم، وهتكون الهدف منها هي التوعيه لكل مشاكل الامراض الجنسيه، لكل مشاكل الافلام الاباحيه، لكل مشاكل العاده السريه، سرعه القصف، الكلام ده كله هنتكلم عنه بالتفصيل في الحلقه عندنا هنا او في الصفحه عندنا هنا او حلقتنا على اليوتيوب. بنكمل كلامنا. ده اول جزء، يبقى الشذوذ الفكري الخاص بالوقت، انت اصبح عندك شذوذ فكري في الوقت، ان الوقت ده هو كل ده المطلوب. لا. طيب رقم 2 حجم العضو، انت بتبقى فاكر ان حجم عضوك الذكري لازم يكون زي الممثل. خالص، دول ممثلين مدفوعين الاجر بيختاروا على الفرازه، بيختاروا الممثل، بيختاروا الممثله عشان يقوموا بالدور اللي يلهم حضرتك ويسير حضرتك. تمام، اتفقنا يا ابني؟ ما تقول اتفقنا يا ابني، تعبت اعصاب. قول اتفقنا. تمام. ده رقم 1. تاني حاجه قلنا العضو الذكري او طوله. طبعا انت بيجي لك فكر خاطئ انه لازم يكون بالطول ده، فبالتالي تبص لنفسك بتفقد ثقتك في نفسك. احب اقول لك اللي انت بتشوفه او الاطوال اللي انت بتشوفها دي يعني اقل شيء هو 10 سم، اقل شيء يكون 10 سم، الدنيا تمام معاك طول عضوك يعني. طب اكتر من كده والايديال والكلام ده كله اكتب لي بقى في الكومنتات، عايز تعرف الايديال كام؟ هرد عليك على طول. طبعا اشوفك عامل لي لايك وشير هرد عليك، ايوه ما تاكلنيش يعني. طيب بنيجي بعد كده يا شباب على الموضوع رقم 3. يبقى انت قلنا الوقت، الطول، صح، طول العضو او حجمه. طب النقطه الثالثه بيشزك فكريا في نظرتك للست. اولا الست دي زميلتك، هي زميلتك الكليه، هي زميلتك اللي في المدرسه، هي اختك اللي بتركب معاك الباص او المواصلات العامه، هي الموظفه اللي بتتعامل معاها في الشغل، هي امك، ام صاحبك،
هي دي كل دول انواع الستات. طب بيعمل ايه الفيلم الاباحي؟ بيهد لك كل المعايير دي، هد كل المعايير دي، بمعنى يعمل لك فيلم لستيب ماذر اللي هو تبقى ام صاحبك او تبقى مرات ابوك، فبالتالي تمارس معاها، ده جزء من الافلام. وانتوا بتشوفوا الكلام ده على الواقع، لانه دي كلها نتاج الافلام الاباحيه، كل ده نتاج الافلام الاباحيه اللي انت بتشوفه، ما هو الا نتاج الافلام الاباحيه. طيب 2، نظرتك لام صاحبك بتختلف لما بتشوف انت افلام واحد عنده 16 17 سنه بيمارس علاقه مع واحده عندها 40 42 سنه، وانت شايف العلاقه مبهره، والكلام ده كله كذب، الكلام ده كله كذب هنعرفه بعد كده في الحلقات الجايه. لايك وشير ده. طيب فكل ده هنعرفه احنا في الحلقات ان شاء الله اللي جايه الخاصه بالكذب ده. لكن المره دي انا بس بتكلم على الشذوذ الفكري، ان انت تكون شاذ فكريا من ناحيه نظرتك للست وتعاملك معاها، برضو نظرتك للمدرسه في افلام الخاصه بالمدرسه والتلميذ، وتلاقي المدرسه ابتدت تبين مفاتنها والاخر ذلك، والتلميذ يبتدي او الطالب يبتدي يتدخل ويعمل العلاقه. الكلام ده كله بيخليك تبص للمدرسه عندك بنظره جنسيه، مش نظره الاحترام المتعودين عليها، فبالتالي تلاقي طبعا جرائم جايه بعد كده، اغتصاب مدرسه، تم التحرش بمدرسه، مجموعه من الطلاب عملوا حفله دانس واستبانس على مدرسه اثناء عمل مش عارفه ايه، وهكذا. فما هو المدلول ده هو راجع من اصل واللي هو الافلام الاباحيه. فهمنا الكلام؟ طيب بنيجي بعد كده خلصنا من الجزء الخاص بالشذوذ الفكري، الراجع لطول العضو، للوقت اللي في العلاقه، كل الكلام ده كله كذب، وكله عشان تشتري مواد او برشام للانتصاب وقوه الانتصاب وطول المده، وعملوا لك خوف غير مبرر، مع ان انت تقدر تعمل الوقت ده لوحدك، تقدر، بس انت بتاخد وقت مع الجواز، فاهمني؟ هو بيعلمك ان انا اول ما بعمل بيبقى كده، لا الوضع مش كده خالص. اتكلمنا على الوقت، اتكلمنا على الحجم، وعرفنا انه اقل حاجه يعني للراجل انه يكون ساتيفاي، للست هو 10 سم الطول بتاع العضو، تمام. فالكلام ده كله هنتكلم ان شاء الله عليه بقى في استفاضه في حلقات تانية خاصه، اللي هي خاصه بسرعه القذف والكلام ده كله. طيب بتيجي بعد كده تالت، قلنا الشذوذ الفكري اللي هو نظرتك للانثى في الحياه او المجتمع، تمام. رابع حاجه هنتكلم على الافكار الجانبيه اللي ابتدوا يدخلوها لك في العلاقه نفسها، اللي هو ايه؟ تلاقي 2 رجاله بيمارسوا مع واحد، ده من امتى ان شاء الله الكلام ده؟ يعني امتى؟ يعني من امتى؟ فابتدى يطلع لك جانب من الناس اللي هو عايزين يمارسوا معاه، يقول له يعني ابتدى جزء يقول لك 2 رجاله لما تيجي نمارس احنا 2 صحاب، ما تيجي نجيب واحده ونمارس معاها عشان ارضاء رغبتهم اللي شافوها في الفيلم. طب هل انت يعني سالت الاستاذه الممثله يعني ان هي مستمتعه؟ طب انتوا مستمتعين؟ طب هل انت تعرف انه في جزء كبير انه بسبب الموضوع ده، لو انت مصاب بمرض جنسي ممكن ننقله لها، او هي مصاب بمرض جنسي تنقله لك انت وهي، بسبب العلاقات الخطر. وده جزء مهم جدا وهنستفيد فيه في الامراض الجنسيه اللي منها الايدز والسيلان والزهري والكلام ده كله، تمام. فالجزء ده ابتدى يحصل، ابتديت تبقى عايز تمارس العلاقه ما بين انت راجل وتجيب 2 بنات، تمام. وكل ده بيعلي من الاخطار الجنسيه. كل ده يا جماعه بيعمل لك عمليه ايه؟ ان بيبعدك تماما عن الصح وعن الطريق اللي ربنا سبحانه وتعالى رسمه لك بالزواج، وبالتالي ما بتستمتعش بالزواج. يعني انت ما بتستمتعش بالزواج ليه؟ اصبح عندك الكثير من الافكار المريضه اللي اصبحت بتحيدك عن الطبيعه. وعايز اسالك، ويا ريت كل اصحابي وكل اخواتي اللي موجودين في التعليقات اكتب لي انت بقالك كام سنه بتتفرج على افلام اباحيه؟ واول طريق العلاج صدقني، وده طريقك، الصفحه دي ان شاء الله هتوقفك عن كل الافعال الغلط اللي انت بتعملها. اكتب لي بقالك كام سنه بتتفرج على افلام اباحيه في الكومنتات، وانا هرد عليك. وتابعني وصدقني هتلاقي في الصفحه دي اللي محدش بيقول لك عليه، وكل النصايح كلها من القلب للقلب. اعتبرني اخ، وانتوا اخواتي، ويمكن اللي يعرفني كتير يعرفوني على التيك توك، هسيبكم رابط الصفحه موجوده اهو، والتيك توك الانستجرام والتليجرام عشان لو انتوا حابين تتواصلوا معايا. لايك وشير وسبسكرايب، وان شاء الله نتقابلوا في الجزء الثاني الخاص بالافلام الاباحيه في المرحله الثانيه، وهي الاضرار النفسيه. ايه الضرر النفسي اللي بيسببه لك، ومشاكل الاضرار النفسيه دي عليك في الجواز. ما انت فكرك ان الموضوع كده، لا لا حبيبي خالص، الموضوع كبير والهدف منه هو تدميرك. الفيلم اللي احنا بتتفرج عليه ده ما بيفيدكش بحاجه خالص، ما بيفيدكش بحاجه خالص، هو بس الهدف منه تدميرك وتغيير تفكيرك ويشزك بس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، هتوحشوني، اشوفكم في الحلقه رقم 2.